وطبعا على فكرة معظمها لقطات المغرب للمنتخب. من أكتر الدول العربية يعني ترويجا للسياحة واستقبالا للسياح على مستوى الوطن فعلا العربي. أنت عارف إنها فعلا سابقة فعلا، مصر. خصوصا مدينه طنجه. يعني مدينه طنجه دي تنافس في جمالها يعني الشواطئ الاوروبيه، أنت لانها عارف كمان في قريبه السياحة من اوروبا. سابقانا المغرب. هم الحقيقه عندهم بيعملوا شغل كويس جدا في هذا الملف الحقيقه، خصوصا يعني السياحه الترفيهيه يعني هم على شطار في. الشواطئ وكده، في آه. تطوان وفي طنجة وفي أغادير. والحقيقة المغرب بتهتم جدا بالجانب ده من السياحة. وحتى زي ما بقول لك مدينة طنجة دي، يعني أنا كنت في منطقة اللي هي المنطقة القريبة لأسبانيا، مليانة قصور وشخصيات بقى عالمية وشخصيات عربية كبرى، يعني ليها أماكن إقامة كاملة هنا بتيجي تقضي أجازتها. فالحقيقة لازم نحيي المغرب على شغلها في ملف السياحه ده بشكل رائع الحقيقه يعني. تمام. احنا هنعمل دلوقتي يا وليد على على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، ان كنت طنجاوي وهتشجع بكره الاهلي دوس لايك حلو. عشان نشوف الطنجاويه المغاربه. وكومنت كمان عشان نشوف هيقولوا لنا ايه وكومنت. يعني دوس اه. لايك واعمل تعليق يلا يا ليسي في في السوشيال. ان كنت طنجاوي وبتشجع الاهلي دوس لايك واعمل تعليق، لانه الحقيقه الجمهور المصري سعيد جدا مش بس بفوز الاهلي، احساس المصريين بالاستقبال العظيم من المغاربه بشكل عام واصدقائنا واخواتنا في طنجه. حتى فوزي الاقجع، السيد فوزي الاقجع رئيس الاتحاد المغربي ومشاعره، عندنا حتى صوره انا شايف يعني سفراء السعوديه والاردن. الصوره دي عندنا يا جماعه، طلعها لي كده في ويندو جنبنا واحنا بنتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في يا وليد في في المقصوره والماتش شغال. سفراء دول عربيه كتير موجودين، وراحوا مخصوص طنجة عشان خاطر يعني يتفرجوا على المباراه ويساندوا النادي. قدامنا حتى الصوره على الهواء اهي. دول سفراء ايه يا جماعه؟ قولوا لي. السعوديه، في المغرب، والسفير المصري طبعا، وسفيره الاردن. كلهم يعني موجودين. يعني انا عايز اقول في حاله يعني الحقيقه عربيه، مش بس اهلاويه، في حاله وانا دايما الحقيقه من وقت قطر، انا من كنت وقت كاس العالم في قطر، في حاله ده حقيقي عربيه حلوه موجوده حسنها يعني ده بصراحه. حقيقي ده حقيقي. انا كنت النهارده مع احد المسؤولين الكبار يعني في نادي مم. اتحاد طنجة. مم. نادي المدينه طبعا هو واحد من اشهر الانديه المغربيه، مم. ومن سنوات قليله جدا كان واخد الدوري المغربي. قال لي يعني ان احنا نتمنى، وعايز يتواصل هو مع المسؤولين في الاهلي وكابتن مم. محمود الخطيب، مم. كانوا عايزين يعملوا استقبال لبعثه النادي الاهلي بعد المباراه، ويبقى في لقاء ويبقى في يعني تكريم للنادي الاهلي. الحقيقه الناس هنا مشاعرها جميله جدا تجاه مصر وتجاه المصريين بص انا وتجاه بعد النادي شويه الاهلي. هذيع مقتطفات كده من شاب مصري من المشجعين الاهلاويه. اما تعدل لك بقى يا وليد لان انت قطمت ظهري. بص، يعني من المشجعين الاهلاويه اللي سافروا، شاب جميل كده مصري سافر والله، عمل تجربه كويسه جدا. التقى بالمغاربه وراح معقل الوداد عشان خاطر يعني اللي بيقول لك والحساسيات والحواديت وبتاع. راح معقل الوداد واتكلم مع الجمهور الودادي في احساسه بالنادي الاهلي، وهو احساسه كاهلاوي بالوداد واحساس الوداديه بالاهلي. والحقيقه كان المشهد يعني في مشاعر رائعه جدا، وان الموضوع لا يتخطى كونه منافسه في الملعب، لا اكثر من ذلك. يعني احنا خدت منه مقتطفات اللي هزحها بعد شويه عشان الناس تشوف ده الشكل الحقيقي والوجه الجميل لكرة القدم. اللي احنا في مصر هنا بعض الناس بتحوله للحروب، وان النجاح والقوة والأسدنة، أسدنة دي جاي من الأسد يعني، الأسدنة ان انت بص تنكل بالخصم، وان انت يعني تشوه صورته، هي دي الأسدنة. يعني بعض الناس بترسخ، بس هي طبعا الرياضة مش كده. ده يعني تخيل منافس ليك في بلد تانية خالص وإحساس الناس عامل ازاي. فيا ريت تبقى كلنا بهذا الشكل الحقيقة، شكل نموذجي يعني. نتمنى ونبني، يعني نبني على الحاله اللي حاصله دي. الواحد بيصعب عليه لما تكون المشاعر بين ناس من دول مختلفه، تكون المشاعر بالود والقرب والدعم ده، والناس اللي هم من نفس البلد ومن نفس الجنسيه ومن مش نفس ناس، هو نوس يكون واحد. هو والنوس واحد. والنوس واحد يا وليد، والنوس واحد. هو النص واحد بس. طيب. طيب. وليد، انا عايز اسالك بقى طبعا عن الشغل الشاغل النهارده في البعثه. كان اكيد موضوع كهرباء حتى انتوا كاعلاميين يعني.
ان النهارده كان لجنه التظلمات في الفيفا بتناقش الموضوع. انا شرحت يعني الموضوع زي للناس، لكل المشاهدين من شويه، لكن هل انت يعني عايز اعرف ردود الافعال عندك بالنسبه للبعثه او بالنسبه للكهرباء او المحيطين بيكوا يعني؟ شوف، من امبارح يعني من بعد المباراه والنهارده كمان من خلال متابعتنا للاخبار جوه البعثه، انه يعني ما فيش حد عايز يثير الموضوع ده بشكل تام. الناس مستريحه تماما من الناحيه دي. في اطمئنانات رايحه الكهرباء، سواء من الناس يعني المقربين جوه الاهلي او المحامي بتاعه. وكهرباء عشان كده كان باين مستريح طول الوقت، يعني طول الوقت كهرباء مبتسم، ما عندوش اي مشاكل، ما فيش اي ضغوط، ما فيش اي قلق. الراجل بيتعامل بشكل عادي تماما، هو مستريح من ناحيه الموضوع ده، وحاسس ان الامور ماشيه بشكل كويس. يعني حاسس ان الامور ماشيه بشكل هيحافظ ماشي على كويس ايه؟ مسيرته. ده عايز اقول لك على حاجه، ده بروتا، ده واحد غيره كان زمانه ده كهربا بروتا بجد يعني. والله قول له شباب انا بقول عليك كده كهربا يعني، احنا مربيينه يعني. ده بروتا ايه؟ ده عامل فيديو كونفرنس مع بدر بنون هو ورامي ربيعه، وحاططها على فعلا. وريني كده يا شباب ال الستوري كده، حاططها على الانستجرام هو ورامي ربيعه، وقاعد يهزر ويهرج، ومفترض ان مصيره الصبح يعني فبقول لك ده ولا في دماغه نهائي. هو جزء من يعني الحاله الفنيه الجيده اللي ظهر عليها كهربا بعد كل الوقت ده وبعد كل المشاكل والازمات دي، هي جزء منها شخصيته. كهربا شخصيه بسيطه جدا، وشخصيه يعني عارف تحسه من جواه طفل مع اعصابه هاديه، ما عندوش يا مشاكل بيه يعني. كان راكب مش من التوك توك في النوع. الفندق بيلم الاجره. هو طول عمره كده، عارف حتى الجلف زمايله. كار اللي هو بينقلك من راكبه بيقول ايوه. لك يلا السلام السلام. ايوه، فهو شوفوا لي يا الجزء جماعه الحته امبارح ده بتاعت بشخصيه كهربا. الجولف كار دي، حد يطلعها لي بسرعه كده من على السوشيال، عشان قاعد يقول لك يلا السلام مش عارف ايه يعني الحاله دي يعني الشخصيه دي او الطبيعه الشخصيه دي بيعرف يتعامل مع الازمات والضغوط. هو محرر نفسه، ما عندوش مشكله. وزي ما بقول لك، هو يعني جوه النادي الاهلي الناس مش حابه تتكلم في الموضوع ده تماما عشان اللعيبه تركز. الموضوع لا يصار في كلام، لكن الملاحظات دي على شكل كهرباء وعلى حاله كهرباء النفسيه، انه واضح عليه انه مطمئن وما عندوش اي مشكله. استنى يا وليد كده، سمعني كده، سمعني. لا هاتها من الاول، هاتها من الاول عشان وليد يسمع معايا. عباسية عباسية السلام. عباسية عباسية السلام، مصر القديمة عباسية عباسية. عباسية عباسية السلام. مصر القديمة. عارف انت عباسية فيصل فيصل. عباسية عارف سلام انت بيجي يقول مصر فيصل وانت بتلم الاجره لك فيصل اللمه ما بتتنطقش. فكهربا اهو يعني، بص عايش. كهربا ملوش حل يعني. لا وانا عجباني كهربا الفكره ان هو فاصل نفسه، ده على فكره السبب الرئيسي في نجاحه، والسبب الرئيسي في ان كهربا متالق الفتره اللي لعب فيها يعني بعد غياب، ان هو نجح انه يفصل نفسه عن كل الاحداث تماما. فعلا. فعلا. وهو ده هو يعني مش بقصد منه، مش بترتيب منه، هي دي طبيعته الشخصيه. يعني كهربا انسان بسيط وبيتعامل مع كل حاجه ببساطه. وعشان كده الضغوط الكبيره زي دي هو اصلا يعني ما بيحاولش يعيشها. هو راجل بيهزر وبيضحك وبيلعب وبيبسط نفسه وما عندوش مشاكل. انا قلت هو هيغير من شخصيه امح هو اللي غير شخصيه كهربا يعني. الهزار اللي بينه وبين امح بقى يعني، بص خرج كهربا من الحاله اللي هو فيها بصراحه يعني. طب انما حاله الاطمئنان دي منعكسه حتى على المسؤولين، يعني بعيد بقى عن كهربا وكل مطمئن يعني. وانه ما فيش اي حاجه دلوقتي. شوف، لما بيكون في قصه زي دي، وحضرتك طبعا اكيد يعني ياما عاصرت معسكرات وبطولات وكنت موجود مع فرق ومنتخبات وغيره، لما بيكون في قصه مقلقه بالشكل ده وبيبقى في احساس ان في ازمه جايه او في مشكله جايه، بيبقى باين على الكل. بيبقى الكل مشدود، بيبقى الكل متنشن، بتلاقي الكل طول الوقت رايح على الشخص اللي عنده المشكله، بيتكلم معاه كتير، بيحاولوا يدعموه. لا، الدنيا لطيفه خالص يعني. مفيش حد محسس كهربا ان في حاجه، ولا كهربا نفسه حاسس ان في حاجه. الناس كلها تمام، مفيش مشاكل، وكأن لا وجود للموضوع ولا للازمه. ناس مركزه في المباراه القادمه وفي كاس العالم. وطبعا مفيش ادل على كده من حاله النادي الاهلي المباراه اللي فاتت وحاله كهربا نفسه الفتره الاخيره من ساعه الرجوع. تمام وليد، لانه طبعا احنا بكره وبعده اجازه، جمعه وسبت المباراه السبت. زي ما بدانا الكلام، مفيش تغيير تقريبا في التشكيل. الشناوي في حراسه المرمى، هاني في اليمين، معلول في الشمال، قلب الدفاع عبد المنعم ومتولي، نص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي
عمرو السوليه، قدامهم على اليمين حسين الشحات، على الشمال عبد القادر، في الهجوم محمد شريف. وعايز اقول ان في طريقه اللعب بيلعب 3 هاف ديفندرز، بيرد اليو ديانج شويه لورا، ولما تنتقل الهجمه للنادي الاهلي اليو ديانج بيبقى في نص الملعب وبيتقدم لقدام عمرو السوليه وحمد فتحي. يعني الانطلاقه بتتقلب دفاعيه وهجوميه في وقت واحد. اعتقد ده التشكيل، نفس التشكيل هياخد الماتش الجاي. بالظبط، هو ده التشكيل اللي استقر عليه كولر بنفس طريقه اللعب. زي ما حضرتك قلت ديانج عنده مهام دفاعيه واضحه بشكل كبير، وفي تحرر لعمرو السوليه وحمدي فتحي بالتبادل، يعني عشان كمان هو بيستخدمهم في الضغط على خطوط دفاع الفريق المنافس، وده شفناه المباراه اللي فاتت. يعني حمدي فتحي والسوليه الحقيقه كان لهم دور كبير هجومي ودفاعي المباراه اللي فاتت، وده ثقه من مارسيل كولر في الاثنين لعيبه دول، وطبعا ثقه كبيره في اليو ديانج انه مديله المهام الدفاعيه البحته بشكل كبير. اوقات اليو ديانج بيتقدم وبيعمل انطلاقاته العنتريه دي بالكوره، بس ده بيكون بالاتفاق وباشارات بينه وبين حمدي فتحي او السوليه.